تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. محمد شبانه اتكلم في عده موضوعات اهمها رفض النادي الاهلي او رفض كولر ان هو يستغنى عن لاعب النادي الاهلي اللي عليه جدال او عليه انقسام من جماهير النادي الاهلي، ولجنه التخطيط اوصت برحيله او اوصت يعني اعارته. هو لاعب كلكم عارفينه وكلكم متفقين عليه ان هو بعيد عن مستواه لفتره كبيره، ولكن كولر قال اللاعب ده بيتطور وانا محتاجه عندي ومش هسيبه. وكمان قال على لاعب احنا لسه جايبينه واللاعب ده لسه ما اثبتش نفسه، قال انا هحطه تحت المجهر وهراقبه فترة قصيرة من الزمن مش فترة كبيرة، لو أثبت نفسه هيقعد معاه، لو ما أثبتش نفسه هيطلع إعارة، لأن في كذا نادي من ضمنهم سموحة عايزين اللاعب بشكل يعني أساسي وبشكل شديد، بس مش هيطلع كبيع وشراء لأن النادي الأهلي مش هيبيع حد، هيطلع إعارات. ده بالإضافة اتكلم على مستوى النادي الأهلي واتكلم على بعض لاعبي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من ضمنها رامي ربيعة وياسر ابراهيم ان مستواهم ضعيف جدا، والنادي الاهلي لو اي حد قال لكابتن الخطيب نجدد لهم في ضمن في ظل المستوى يعني المستوى المتوسط اللي بيقدموه او المستوى الغير معهود بقدراتهم او امكانياتهم او المكان اللي هم متواجدين فيه، فكابتن الخطيب هيقول لا انا مش هجدد لهم. ده الكلام اللي قاله كابتن شبانه او الاستاذ محمد شبانه. طيب انا مش هطول عليكم في المقدمه بتاعتي، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف شبانه قصده بمين الاثنين اللعيبه، واحد متمسك بيه كولر وواحد تاني ممكن يمشي بشكل كبير الفتره القادمه، وكمان رايه في اداء النادي الاهلي امام طلائع الجيش. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شبانه قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. اتقال للاهلي محمد هاني ممكن يمشي في يناير، الراجل رفض كولر، قال لك لا محمد هاني ممكن تكونوا شايفينه متراجع شايفين حاجات، بس انا شايفه لعيب مجتهد وبينفذ اللي انا عايزه واداؤه هيتطور وقت بوقت، يعني بمرور الوقت اداؤه تاني هيرجع كما كان عليه في الماضي. ورفض تماما فكره الاستغناء او اعاره محمد هاني نهائيا في شهر يناير القادم. الزمالك كمان الكابتن محمود الخطيب من خلال لجنه التخطيط بيسالوا كولر هل انت محتاج حسام حسن المهاجم لانه جاي له عرض من سموحه عايز يستعيده في شهر يناير المقبل، هل انت عندك استعداد ان انت تسيبه ولا لا؟ فالحقيقه الكولر طلب ان هو يقيم حسام حسن، مش هيقول دلوقتي لكن شهر 12 ده في عدد كبير من المباريات للاهلي في الدوري، يمكن 7 مباريات. فالحقيقه الكابتن حسام الكولر قرر ان هو يقيم حسام حسن في نهايه هذه الفتره. احنا كده وصلنا للجيش المباراه الاهلي تقريبا بيلعب بتشكيلته الاساسيه. يعني اذا قلت لك انه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مش الاساسيين بتوع الاهلي، ان الاساسيين محمد عبد المنعم ومحمود متولي وفق راس ودماغ واراء كولر مارسيل كولر من بدايه الموسم، لكن مش معقول لما يكون الاثنين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اقول لا ده دول بدله، المفترض ان دول من نجوم الفريق. ده احنا قاعدين نتكلم على تجديد عقد في شهر، انا ما اعرفش ازاي لعيبه عندها تجديد عقد في يناير بهذا الحجم وبهذا الاسم وفي فريق زي النادي الاهلي وادائهم في الملعب كده. يعني انت في الشهر اساسا اللي فيه التقييم الحقيقي ليك علشان خاطر في يناير انت تستطيع ان انت توقع لاي نادي تاني، فناديك هيبقى عنده حرص ان الشهر الجاي بالكتير يجدد معاك لو انت تستحق. طب وانت هتخليه يجدد لك ازاي؟ يعني مين في الاهلي النهارده يجرؤ يطلب من الكابتن محمود الخطيب يقول له يا بيبو لو سمحت احنا عايزين نجدد لياسر ابراهيم او عايزين نجدد لرامي ربيعه بالمستوى اللي احنا شفناه امبارح؟ ايه ده؟ يعني ايه الشكل اللي كان عليه الاثنين دول وبشكل عام فرقه الاهلي مش عامله كده ليه؟ يعني في حاجه غلط مش قادر افهمها، وفي تراجع غريب. الشوط كامل الشوط الاولاني ولا هجمه تقدر تقول عليها هجمه للاهلي على طلائع الجيش. هل يجوز كده؟
يعني طلائع الجيش متقدم بجول لاحمد متعب، احمد ايمن منصور عمل ثرو باص حلو، وبرده احساس غريب من الشناوي ان الكرة تقريبا تسلل فطلع يتدلع، فهي مش تسلل، حطها من فوقيه والحكم وقف في الفار والكرة جول، وجول صح يعني ما فيهوش مشاكل. لكن ايه ده؟ ايه ده؟ شوط كامل 45 دقيقة، تخيلوا مفيش هجمة للنادي الاهلي. الشوط الثاني الاهلي بدأ يعني كويس ان الجول ما تأخرش، يعني سافيو قدر الحقيقة، برونو سافيو يسيطر على الكرة بشكل كويس، وراح بيها على الطرف، وبعدين وقف عليها وبص يمين وشمال، محدش راح له. لحسن الحظ ان الضغط هنا من طلائع الجيش كان متراجع ومتواضع جدا، لفها بوش ببوز رجله كده الداخلي او بوجه رجله الداخلي، لفت كده موزه حلوه لاحمد عبد القادر اللي كان قاطع الطرف الشمال، دي يمكن الحسنه لاحمد عبد القادر في المباراه، حطها بدماغه صحيح هاديه، لكن الحقيقه في طرف اليمين عند القائم الايمن لعمر رضوان حارس الطلائع عشان يجيب هدف التعادل. كام دقيقه والاهلي يقدر يجيب الجول الثاني ببنالتي صحيح 100% نتيجه اصطدام عمر رضوان باكتر من لاعب في النادي الاهلي، لكن برضه مش ده الاهلي. حطها عمرو السوليه جاب الجول الثاني ركله جزاء، لكن خلاص مش ده الاهلي، وجاب جول طلائع الجيش لغى الحكم بالايد الحقيقه، وخلص المباراه على كده. يعني ده ملخص المباراه. يعني انا عشان خاطر اقعد املى دلوقتي حلقه عن هذه المباراه مفترض مفيش كلام اقوله، مفيش احداث في المباراه، لا تغييرات فلحت ولا اداء فلح، ولا عارف ده ازاي محمد شريف. انا عمال ابص لمحمد شريف النهارده يا جماعه مهاجم عاجز، وانا بقول اللفظ وانا متضايق، بس مهاجم عاجز. معقول يا محمد يا شريف انت مهاجم النادي الاهلي؟ معقول؟ حاجه حقيقه من الحاجات اللي انا بستغربها جدا 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 في لعيب النادي الاهلي، هذا التراجع الغريب. محمد اشرف باك ليفت يعني الحقيقه مش يعني جات له فرصه واثنين وثلاثه، وخد بالك انت بتلعب في ماتشات رسميه وفي الدوري المصري ومكان علي معلول، وبتلعب النهارده بتشكيله كامله للنادي الاهلي ومحمد اشرف مش موجود. طب امتى يا ابني انت ممكن احنا قاعدين نقول هو احنا هنقعد لامتى نقول على اللي عنده 20 سنه ناشئ، واللي عنده 21 سنه ناشئ، واللي عنده 22 سنه ناشئ، واللي عنده 23 سنه ناشئ؟ ده احنا شفنا في كاس العالم والمنتخب الاسباني ولاعيبه صغيره في السن والمنتخب الهولندي والمنتخبات الاوروبيه ولاعيبه عندها 20 سنه و19 سنه و18 سنه. ازاي طب ما اهو محمد اشرف لاعب طرف شمال لمنتخب الشباب، ومنتخب موجود في المنتخب الاولمبي وموجود في النادي الاهلي، واداؤه مش ممكن يكون ده لعيب يصلح ان هو يتحمل مسؤوليه الناحيه الشمال في النادي الاهلي. لما لجنة التخطيط أوصت برحيل محمد هاني لبعده عن مستواه وانقسام جماهير النادي الأهلي عليه، أو في نسبة كبيرة من جماهير النادي الأهلي عليه يعني غير راضية عن مستواه في الفترة الأخيرة، فكابتن شبانة أو الأستاذ شبانة قال إن لجنة التخطيط أوصت إن هو يمشي، ولكن القرار النهائي والفرمان النهائي في يد كولر مدير الفني للنادي الاهلي. فقال لا انا عايز اللاعب بيتطور، اللاعب انا عايزه ومحتاجه معايا. فلما خدوا رايه في حسام حسن قال لهم هو حسام حسن انا حتى الان ما كونتش راي كامل وشامل ضد اللاعب، الكره الان في ملعبه، وانا يعني في بعض اللعيبه اشرت اليها انها مستمره معاه وانا محتاجها بقوه، من ضمنها كهربا ان شاء الله الغرامه بتاعته هتتسدد الفتره القادمه، وكهربا هنسدل الستار عن المسلسل الهزلي اللي حصل من اتحاد الكوره وخدمه نادي الزمالك وتزوير عقد اللاعب، وان هم نجحوا فيه ان هم يحطموا اللاعب ويخلوه في مكانه غير مكانته. وزي ما طلع قبل كده مجدي عبد الغني وقال في قناه نادي الزمالك ان عقد كهربا جالنا من غير تاريخ، بدون يعني من غير تاريخ، يعني اللي جايب تاريخ من كذا لكذا، وده دليل دامغ على تزوير العقد. وكمان قال مره ثانيه ان اللاعب بيوقع على بياض، وده غلط ومش غلط لان بيتحط بنود على هوا اللي بيكتب البنود، ده شيء غلط بالنسبه كنصيحه عامه. الكلام ده قاله مجدي عبد الغني في قناه نادي الزمالك.
واتكلم حسام على حسام حسن وقال ان الكرة دلوقتي في ملعبه وانا هحط سبوت عليه الفترة القادمة، ولكن بنسبة كبيرة لو ما اثبتش نفسه وابتدى يعلن عن هويته هيتم اعارته لسموحة. وانا شايف ان اللاعب يعني ما عندوش انسجام في النادي الاهلي، بيلعب وفي ضغوط عليه، الله اعلم، بس ربنا يوفقه في الفترة اللي جاية واحنا مساندين ليه ومساندين لقرارات النادي الاهلي. واتكلم على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى ناشئي النادي الاهلي في الفترة الاخيرة اللي يعني ما ظهروش بمستوى عالي في نادي الاهلي، واتكلم على ياسر ابراهيم واتكلم على رامي ربيعه ومستواهم اللي ابتدى يقع شيئا فشيئا في الفتره الاخيره. وده انا من وجهه نظري المتواضعه يعني بحمل توقف الدوري الفترة اللي فاتت عشان خاطر المنتخب عامل كبير في تراجع مستوى النادي الاهلي ككل. مش هو ده النادي الاهلي اللي يعني لما كنا لعبنا اخر مباراة للنادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي ده. النادي الاهلي لما توقف الدوري ورجع النادي الاهلي امام المقاولين كان سيء، ولا امام طلائع الجيش برضو كان سيء. فالنادي الاهلي محتاج شغل كتير، محتاج اداره فنيه اقوى من كده، محتاج ان اللعيبه يعني تشتغل على نفسها اكتر من كده، لان فعلا اداء النادي الاهلي امبارح اداء ما يسرش يعني حد، اداء غير مرضي لجماهير النادي الاهلي. احنا محتاجين اداء زائد نتيجه، ودينا شفنا اللاعب اللي جاب الكوره بايده لو كان الفار ما كانش موجود او كان في عطل او كان في اي مصيبه كان زماننا خسرنا نقطتين في منتهى الاهميه. فاحنا نلعب ونأدي بكل شراسه هجوميه وبكل قوه، وكل لاعب يعلن عن نفسه عشان يبقى جدير ان هو يكمل في النادي الاهلي ويستمر في النادي الاهلي. لان النادي الاهلي لو شايف اي لاعب مقصر هيقول له مع السلامه. النادي الاهلي مش مؤسسه خيريه ولا ملجأ بيحتضن الناس وبيديهم فلوس كده بدون وجه حق. لازم انت تبقى جدير بكل قرش بتاخده في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اسم كبير، فما ينفعش ان انت تاخد فلوس وتاخد شهرة وتاخد يعني بروباجندا قد كده وانت ما بتأديش ربع ما انت بتاخد في النادي الاهلي. فاحنا بنتمنى النادي الاهلي الفترة الجاية يكون قد اللعيبة، تكون قد المسؤولية وقد تيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يستعيد لقب الدوري المسروق، لقب الدوري اللي اخدوه بالاحتواء، اللقب الدوري اللي خدوه بروح عصام هناء وبروتوكول عصام هناء وبالفار والخطوط المايله اللي حضراتكم كنتوا بتشوفوها، والكوارث التحكيميه اللي خدمت نادي الزمالك اللي ادت له 3 بطولات دون وجه حق. ان شاء الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي يكون عند حسن ظن جماهيره، وجماهيره للنادي الاهلي وادارته الفنيه وكابتن الخطيب ومجلس الاداره كلنا داعمين للنادي الاهلي كمنظومه ناجحه، كاكبر منظومه في افريقيا وفي الشرق الاوسط. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.